لازم تخلص ميعاد تمرينك قبل الفطار مظبوط عشان تقدر تعوض السوائل اللي جسمك فقدها وتاكل وما يحصلكش هبوط. ولو انت مش محترف وبتدخل بطولات وبتمارس الرياضة كهواية وبتحافظ على جسمك من الترهلات، فخليك احسن بعد الفطار وبلاش تقعد تقضيها مسلسلات. وبالتالي هنا يجي السؤال المهم واللي لازم يتدخل فيه العلم: ايه انسب وقت لممارسة الرياضة بعد الفطار؟ وانسب وقت بعد الفطار ب3 ساعات عشان يكون جسمك هضم الاكل كويس وتبقى مطمن على الانزيمات، لان ممارسة الرياضة بعد الاكل على طول ليها اعراض جانبية هتعمل لك مشاكل في جهازك الهضمي ومش هتأدي كويس تمارينك الرياضية. وفي ناس تقول لك رمضان جه ومع الصيام هنخس، وفجأة يلاقوا بعد رمضان وزنهم زاد وما نسمع لهمش حس. وده طبعا عشان بعد الفطار بياكلوا اكل بكميات كبيرة زي ما يكونوا تاني يوم هيدخلوا على مجاعة خطيرة. وهنا الرياضة في رمضان بتبقى مهمة